حوارية. زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة هنتكلم عن مواضيع متعددة. في ضيف مميز معانا النهاردة له العديد من التجارب في تدريب الفرق المتعددة، سواء كان في دولة الإمارات الشقيقة أو في دولة السعودية. للعديد من الفرق هنتكلم عن مشواره في عالم التدريب، وهو طبعا نجم مميز سابق في نادي الزمالك. هنتكلم كمان عن أو هناخد رأيه في المباريات الأفريقية اللي بتدور خلال هذه الأيام. طبعا مباراة اليوم للأهلي ومباراة غدا للزمالك وسان داونز، طبعا الأهلي والوداد المغربي اليوم. وحابين نسمع آراءه في بعض المباريات اللي تتعلق بالكاس والدوري أيضا. ضيفنا اللي مشرفنا في فقرتنا حالا كابتن محمد فاروق نجم الزمالك السابق. نرحب بحضرتك. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير يا كابتن محمد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هو طبعا انا بس حصل لخبطه في الجدول بتاع كاس مصر، لانه حاطين نص النهائي ربع نهائي نص نهائي نهائي، يعني عمليه ملخبطه شويه. هو طبعا الاهلي وسموحه ده دور 8، هو وماتش الزمالك والاتحاد والاسماعيلي وامبي مستنيين الفائز في المباراتين. يعني للتوضيح بس عشان حصل لخبطه في عرض كاس مصر في فقره الاخبار. عندنا مباراة الزمالك مع سان داونز، وعندنا مباراة الأهلي مع الوداد. لكن خلينا في البداية نبدأ بكاس مصر ومباراة الإسماعيلي مع المصري والأحداث اللي حصلت ما قبل هذه المباراة وشاهدناها جميعا في نهاية الدوري ما بين المصري وغزل المحلة، وما حدث مع الكابتن حسام حسن. كان لحضرتك تعليق على المسألة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عايزين نتفق ان كابتن حسام حسن نجم كبير، سواء كلاعب او كمدرب. صحيح. وافتكر ان انا اخر لقاء ليا هنا في قناه في صباح الرياضه، وبالصدفه كان الكلام دار عن المدربين المصريين، وقلت بالحرف كده ان كابتن حسام حسن المفروض ياخد افضل مدرب مصري في الدوري هذا العام. نعم. اللي حصل من كابتن حسام، كل واحد ليه اخطائه، هو راجل قيمه وقامه ومحدش يختلف عليه. لكن انا بس عايز اعلق في حاجه، هو الراجل اخطا وخد جزاء وخلاص. لكن بعض الاعلاميين وللاسف ان نسبه كبيره مش قليله الحديث داير عن ان الراجل ادى لمصر والراجل ادى ده مش مبرر يا جماعه ان الراجل ادى لمصر عشان كده ان احنا نتغاضى عن الاخطاء يعني. وبعدين احنا عايزين نقول اللي ادى لمصر، وارجو ان ما حدش يزعل مني، هي دي وجهه نظري وانا اسال فيها يعني. هو اللي ادى مصر حاجه ببلاش. اللي انا اعرفه العسكري اللي واقف في شمال سيناء دوت وبياخد 100 جنيه ولا 150 جنيه في الشهر، ده اللي انا اقدر اقول عليه ادى لمصر، لانه بيدي بلا مقابل. لكن لما انا ادي، انا بتكلم علينا احنا كلنا كمجال كوره، ما بتكلمش على الكابتن حسام لوحده، انا بتكلم على اي واحد يقول ان ادى لمصر. احنا ركبنا عربيات من الكوره، سكننا في اماكن كويسه من الكوره، سافرنا من الكوره، عملنا حياتنا من الكوره، خدنا اسامينا من الكوره، فما حدش ادى حاجه ببلاش. اللي ادى مصر ده اللي راح لعب وما خدش فلوس، اللي مضى عقد وما اخدش فلوس. فنبعد عن النغمه دي، نتكلم على الكابتن حسام كقيمه. هو قيمه، كمدرب مميز. هو مدرب مميز، لاعب اجتهد في الملعب، حقق بطولات. اجتهد وحقق بطولات، لكن كل واحد اجتهد وحقق بطوله سواء في نادي او في منتخب هو خد ثمنها. نعم، وجهه النظر مفهومه تماما يعني. واضحه جدا يعني. حضرتك اعتراضك على الاعلاميين في الاساس يعني. بس على النغمه اللي هي طالعه، احنا ما اختلفناش، ما بنتكلمش على نجوميه كابتن حسام، ما بنختلفش عليها، لكن انا بختلف على الحديث الداير اللي ادى لمصر. بس ده اللي احنا عايزين نوضحه يعني. الراجل ادى لمصر وفوق دماغنا وماشي وعمل بطولات وانجازات، لكن ده مش مبرر للخطأ. ونرجع ونقول فنيا كابتن حسام حسن مدرب عالي جدا. انا كمدرب مصري افتخر ان حسام حسن مدير فني عالي، سواء فنيا تكتيكيا، راجل على مستوى عالي في الملعب، بعيد عن الناحيه الاخلاقيه او العصبيه. انا بتكلم الراجل مدرب فوق ال10/10. صحيح. حضرتك شفت ماتش الاسماعيلي امبارح؟ شفت ماتش الاسماعيلي، لكن برضه ماتش المحله يا جماعه انا عايزكم ترجعوا للمباراه. انا حديثي للناس يعني، ارجعوا لشريط المباراه. كابتن حسام يمكن عشان خاطر انا مدرب اقدر احس الموضوع دوت. ارجعوا لشريط المباراه وشوفوا كابتن حسام وقفته على الخط، وكان نيرفز جدا حتى اثناء المباراه. مش متخيل ان نقاط المحله بتضيع منه. لكن انا عايز اقول له ان وارد في كره القدم ان اكبر فرق العالم ما تكونش في يومها وتخسر، تتعادل. وارد في كره القدم الحاجات دي كلها. الكابتن حسام ما كانش في يومه خالص. واللي يرجع لشريط المباراه ويشوفه على الخط، اعتقد ان هو شد اللعيبه جدا جوه الملعب. كان
عصبي جدا جدا جدا. وارجعوا يعني انا بستشهد بشريط المباراه هتلاقوا ده حقيقي، كابتن ده صحيح. كان كابتن حسام نيرفز جدا جدا وادى للمباراه انت راجل عايز تكسب وبتلاعب فريق من المفترض بس يجوز هو حس او استشعر من اللاعبين انه في استهتار بالمنافس، او في احنا ضامنين المركز الثالث وضامنين الفوز في هذه المباراه. لا يا ريت كان هو ده الاحساس، لكن انا الاحساس اللي وصل لي يا استاذ محمد ويا رب اكون غلطان يعني، هو وجهه النظر ما كانش على لعيبته، على لعيبه المحله. انتوا او عايز يقول لهم كده انتوا مالكوش في المباراه، انتوا كده كده هابطين، انتوا بتوقفوا فرحتنا ليه؟ بتوقفوا انجازنا ليه؟ ليه بتلعبوا بالشديه دي؟ انا الاحساس اللي وصل لي كده يعني كان هو برضه المحله يعني مش هتسيب المباراه يعني، ما هو ده كره هو كره قدم يعني، هو الاحساس اللي وصل حتى لو ههبط مش هسيب المباراه. طبعا يعني مثلا يتنازلوا ده الاحساس اللي وصل لي، انتوا بتعملوا كده معانا ليه؟ انتوا كده كده هبطتوا، بتوقفوني ليه؟ ده الاحساس اللي كان كمتفرج، ده الاحساس اللي وصل لي من كابتن حسام من وهو على الخط. نعم. فكان التعنيف مش للاعيبته قد ما كان للاعيب الخصم. تاثير القضيه على مباراه الاسماعيلي امام المصري وصعود الاسماعيلي النصف النهائي، بصراحة أنا حسبتها غلط يعني. أنا وأنا قاعد بتفرج قلت لا، اللعيبة لو أنا حطيت نفسي مكان كابتن حسام وحطيت نفسي مكان اللاعبين في الملعب هقول لا، أنا عايز أدي الراجل ده هدية في الظروف اللي هو بيعاني منها، وافوز بالمباراة دي مثلا. هموت نفسي، مش هفوزه بس، هموت نفسي طبعا كورة، مش هموت نفسي حاجة تانية، وههديله الصعود والإنجاز. لكن فوجئت بصراحة زي ما ناس كتير اتفاجئت بالمستوى، مش عايز اقول الهابط، المستوى اللي احنا ما شفناهوش طيله مشوار فريق المصري في الدوري. اتفاجئنا بمباراه بصراحه مش ده فرقه المصري اللي اتفرجنا عليها، مش دي فرقه المصري اللي وصلت مش يمكن الحاله النفسيه كان ليها عامل كبير على ادائهم في المباراه دي؟ لا بصي حضرتك، في الظروف اللي زي دي غالبا بتكون لصالح الفريق مش ضده. يعني بيبقى فيه دايما انت حتى في حافز، بتدي حوافز. انت ده هي وفرت عليا انا كمدرب الحوافز اللي بديها، الناحيه النفسيه لما باجي احفز اللعيبه قبل المباراه هم وفروا عليا الناحيه ديت. لكن اتحسبت غلط يعني، زي ما مش عارف وصل لي احساس من اللاعبين احنا من غير حسام مش هنلعب. انا وصل لي الاحساس دوت يعني ان الكابتن حسام هو اللي بيكسبنا. يعني هي دي شايفها حضرتك من وجهة نظرك ان هي رغبة في توصيل رسالة معينة؟ لا هي ما تجيش كده. انا وصل لي الاحساس ان هم نفسهم حاسين كده. ان هم حاسين احنا من يعني برضو فعلا امبارح ما فيش قتال في الملعب، ما فيش روح حسام حسن في الملعب، ودي من مميزات حسام كمدير فني، ويمكن من اكبر مميزاته اللي هو بس الروح المعنويه للعيبه، والناحيه النفسيه عنده عاليه جدا، وبيعرف يحفز اللعيبه كويس. امبارح دي ما كانتش موجوده. يعني كان مع احترامي الشديد طبعا الكابتن طارق سليمان، هو كان واقف على الخط مش زي حسام حسن ما يقف على الخط. لان برضه المدير الفني ده حرفه. ممكن يكون تاثير فقدان المركز الثالث في الدوري خلى في حاله احباط عامه مثلا، او حاله اللي هو ما بقتش تفرق كتير. بص للاسف وصول حاله اليأس دي دايما بتكون مركزه قوي في شخصيه الانسان المصري دايما، يعني وصول اليأس بيكون سريع جدا، والموضوع ده محتاج تحليل نفسي طويل صراحه. يعني وصول اليأس ده بيوصل بسرعه قوي. ما هو ما فيش يأس، احنا هنتكلم في النقطه دي في ناحيتين. امبارح اتكلم في احدى القنوات رئيس النادي، كانوا عاملين معاه استضافه بين الشوطين، الراجل اتكلم بالحرف الواحد، هو مش عارف هو مركز ثالث ولا رابع. يعني ينزل على موقع الفيفا نازل المصري مركز ثالث بنسبه الاهداف في فرق عندنا كبير. هنا في مصر حاطين سموحه بنسبه المواجهات المباشره، فهو لحد دلوقتي حتى الراجل نفسه امبارح استغرب، قال انا مش عارف ثالث ولا رابع. الناحيه الثانيه، طيب ايه امتيازات الثالث عن الرابع؟ لما عرفنا ان الثالث والرابع هيخش الكونفدراليه، حتى لو اعتقد بعد امبارح اعتقد الاهلي الزمالك في حد هياخد بطوله، وهتبقى المصري فرصته حتى لو هو رابع فرصته قايمه وبنسبه 90% انه يلعب افريقيا برضه. ففين الحاله النفسيه اللي اللعيبه تعاني منها او يجي لهم حاله يأس يعني من ايه؟ بس هو الوصول للحاله دي بيبقى كتير في نفسيه اللاعب المصري. ما هو ما فقدش بطوله يا استاذ محمد، ودايما في احساس بانه الفرق الجماهيريه مضطهده، بانه انه كل حاجه بتتظبط على فرقه بعينها مثلا. انا ضد الموضوع ده بصراحه. مش عارف ليه الحاله دي واصله لكل الجماهير كمان، يعني الحاله دي مسيطره بشكل محتاج دراسه. يعني انا اكون مضطهد لما اروح اجيب جون والحكم مش هيروح يطلع كوره من الجون ويطلعها بره ويقول لا انا مش هحسبها.
العب وادي في الملعب، وبعدين ابقى شوف انت مضطهد ولا مش مضطهد. اللي انا اقول مضطهد عشان ما حسبليش اوت او عشان ما حسبليش فاول واقول مضطهد. مضطهد دايما اللي بيتكلم على الحكام كتير، دايما اللي بيكون عمله اقل من المطلوب منه يعني. طبعا بنبارك للنادي الاسماعيلي الفوز بالامس. طبعا كان في تركيز شويه، بنعتذر لكم او بنعتذر لجماهير الاسماعيلي انه كان في تركيز شويه على موضوع النادي المصري عشان الازمه القضية اللي حاصله والقضيه، بس مش اكتر يعني، عشان بس الظنون ما تروحش بعيد. لكن طبعا بكل تاكيد بنبارك للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه، ما بيمرش بظروف برضو هينه. يبقى الاسماعيلي يا استاذ محمد فاكهه الكره المصريه. صحيح. ومن هنا ما انا بيفقدش برضو رونقه لا أبداً. ابدا، انا يعني بهني بالاخص خالد القماش. وطبعا هيمشي ولا ايه الوضع؟ هم مش عارفين. لو مشي هيبقوا هم الخسرانين بصراحه. الراجل ده اشتغل في ظروف صعبه بس في نفس الوقت هو برضو محتاج تدعيم، محتاج ناس في صفوف معينه، يعني محتاج اسامي لعيبه، مش عايز يفرط. مروان محسن لسه كنا بنقرا انه قبل كده يعني انه الاهلي عارض 8، الاهلي عارض 10، الزمالك عارض 8 مليون يعني. وفي الاخر النهارده سمعنا او قرينا بيان من نادي الزمالك انه مش داخل في الصفقه دي تماما، وانه الاهلي تقريبا او مروان هينتقل الى النادي الاهلي. استاذ محمد هي ثقافه ادارات. يعني انا كان من كام يوم برضو كنت سمعت مداخله لرئيس نادي المقصه، وراجل محترم جدا، انا ما اعرفوش شخصيا، سياده اللواء محمد عبد السلام. راجل محترم. عجبني جدا في التصريح بتاعه لما قال ان احنا لما بنستغنى عن لاعب ما بنستغناش عنه غير بعد الاجتماع بايهاب جلال اللي هو المدير الفني للفريق. تمام. ورأيه بيؤخذ في الاعتبار بنسبة 80-90%. نعم. ده شغل احترافي بنسبة 100%. بالنسبة للنادي الإسماعيلي عايز أقول أنا ممكن أستغنى عن لاعب، عن 2 لعيبة، لكن ما استغناش عن فرقة كاملة. وأنا ضد إن لاعب لما أقول إن سين هيسيب الفرقه ويمشي، مش معناها ان الفرقه بتتهد، والا ما تبقاش فرقه كوره، يقفلوها احسن. لكن لو لاعب او 2 مشوا وهيدعموا لي النادي وبفلوسهم هقدر اجيب 2 لعيبه تانيين او 3 لعيبه واقدر اواصل البطوله واصرف على الفرقه، دي حاجه مستحبه مش حاجه ضدها يعني. طب كابتن محمد، يعني حضرتك ليك مشوار او باع طويل في قصه الخبرات في التدريب تحديدا في الدول العربيه، سواء كان في الامارات او السعوديه. يمكن انا شايفه قدامي انديه كتير، المجزل والفيحاء ونجران، واكيد في انديه تانية غيرها، وفي الامارات كمان مسافي العروبه. مشوار حضرتك في القصه دي ابتدى ازاي؟ وخرجت من مصر ليه؟ خرجنا في مصر بصراحة، ويمكن اتكلمنا في الموضوع ده كتير، لأن علاقاتي مش كتيرة في مصر وللأسف، وبقولها وبعلنها على الهوا، ما عنديش مشكلة، وأنا أسأل في اللي أنا بقوله إن الشغل هنا بيمشي بالعلاقات، ويمكن أنا علاقاتي مش كتيرة قوي في مصر، معارفي مش كتيرة قوي. بره الحمد لله. يمكن رحت نادي الزمالك بعد ما بطلت، الله يرحمه كابتن نبيل نصير خدني في القطاع معاه حوالي شهر ونص او حاجه، وكان في فرقه نجران جايه تعسكر في مصر، وحصل كلام بيننا وبين بعض وانطلقت معاهم وخدت المسيره في الخليج يعني. حضرتك كانت بدايتك يعني مع نجران؟ لا، انا بدايتي كانت في الامارات، وبعدين رجعت مصر قابلت فريق نجران بالتحديد. وانا بعتز اصلا بشغلي في الكره السعوديه، لان الشغل هناك ممتع بصراحه، سواء من ناحيه الامكانيات، من ناحيه الجمهور، من الناحيه النظاميه، من ناحيه تطبيق القانون. ايه الفرق بيننا وبينهم؟ لا، الفرق كبير. ويمكن حسن مصطفى بالمناسبه، معلش انا مش برجع للموضوع تاني، لكن الحديث هو اللي اجبرنا كده. حسن مصطفى كان في نادي الوحده ويشهد على بعض المواقف. يعني انا من هنا بقول له، لان انا كنت في نجران وهو كان محترف، كانش لسه بطل، كان بيلعب في نادي الوحده، وكانوا بيلعبونا عندنا في نجران. لو حصل اللي حصل ده في السعوديه، الوضع كان هيبقى ايه؟ كان هيبقى مختلف. كان بتتكلم على المساعد بالنسبه للكابتن حسام. انا بتكلم عن المبدا عموما. كان في لاعب، انت اول ما قلت حسن مصطفى اختلط عليا الاسم يعني في لا كره اليد. لا. اذكر نادي الاتحاد السعودي كان بيلعب فيه لاعب محترف كان اسمه كيتا، ويمكن من افضل المحترفين الافارقه اللي جم الدوري السعودي. الراجل صدر منه حركه بذيئه، حركه ما راحش لا ضرب حد ولا بصق على حد ولا عمل شيء، من الملعب على المطار. والله من الملعب على المطار بجد يعني. مانويل جوزيه، شوفي كان بيعمل احداث كتيره قوي في مصر، ما كانش حد عارف يوقفه. ودي رساله للمسؤولين، مش عيب ان احنا نغلط بس نتعلم من اخطائنا. مانويل جوزيه ما كملش في السعوديه كتير يعني، كان دايما غرامات، اقل حاجه كان 50,000 ريال 70,000 ريال، لحد ما قالوا له يلا سلام عليكم انت جاي
لان هناك ما بيفوتوش الهفوه يعني. ايوه ولذلك هناك التزام بمعنى كلمه التزام، والقانون على الجميع، على الكبير وعلى الصغير. عشان كده الشغل هناك ممتع، يعني تحس بقيمتك، مفيش شايلني وشايلك يعني. الدنيا ماشيه هناك بقانون. انت ذكرت مانويل جوزيه، النهارده مارتن يول والنادي الاهلي في مواجهه الوداد. مارتن يول كان رافض احتراف رمضان صبحي، ويمكن قلنا الكلام ده في كتير من برامجنا هنا في نايل سبورت، انه اكيد انه مارتن يول مش محتاج انه رمضان يمشي، لانه زيه زي بركات وابو تريكه مع جوزيه، انه هو صنع معاهم البطولات، فبالتاكيد هو عايز اللعيبه الكويسه عشان يصنع معاهم بطولات ياخد بطولات مع النادي الاهلي. النهارده غياب ايفونا، غياب رمضان صبحي، الغيابات دي لانه خلاص هم انتقلوا الى انديه اخرى، تؤثر ازاي على النادي الاهلي، ومارتن يول حساباته تبقى عامله ازاي؟ بص يا استاذ محمد، النادي الاهلي والجماهير كلها تذكر الواقعه ديت. قرار الكابتن جوهري الشهير بوقف 5 من كبار لاعبي النادي الاهلي في المباراه الشهيره مع نادي الزمالك، ويكاد يكونوا لعبوا اللي هي بدايات حسام ومحمد السيد وابراهيم، وكسبوا الزمالك 3-2. ما كانش لاعب بس اللي غايب عن النادي الاهلي ساعتها او 2 لعيبه، لا ده كان نص تيم كامل وبيلعبوا فرقه نادي الزمالك وفي نهائي وفازوا على النادي الزمالك. ما تقنعنيش ان النادي الاهلي العريق ببطولاته بجمهوره باداراته بكل امكانياته بيقف، مع احترامي الشديد والكامل لرمضان صبحي انه لاعب موهوب ولاعب كبير ومؤثر، بس النادي الاهلي مش هيقفل الباب عشان رمضان صبحي مش هيلعب. يا اخي يعني انا بتمنى له السلامه. مش فاكر لما عبد الله السعيد غاب حصلت ازمه عامله ازاي في؟ انا ضد ده. انا ما في يعني انا بقيت طيب عندي 30 لعيب ليه ولا 25 لعيب ليه؟ لما انا ال 11 لاعب اللي بلعب بيهم بس لو واحد وقع منهم اقول يا قلبي خلاص هيودوني الانعاش عشان فلان اصيب، او يا اخي اعتبر ان اتطرد في مباراه، هتقفل مش هتلعب، اصيب لا قدر الله. هو ده اللي موصل الشعور لجماهير النادي الاهلي اللي كتير منهم، انه في منهم كتير بيقول انه مارتن لسه ما قدمش اوراق اعتماده الرسميه، وانه ما بيقدرش يقرا المباريات بشكل سليم في الفتره الاخيره. هو بصراحه عنده مشكله ولحد دلوقتي مش قادر ان هو يتعامل معاها، وبالذات من الناحيه الدفاعيه. نعم. يعني هي وجهات نظر. هو يعني الناس كلها تذكر يا استاذ محمد كان في بطوله افريقيا المنتخب مع الكابتن حسن شحاته من 2006 ل 2010، كان كابتن حسن بيلعب ب5 ورا. الناس لحد دلوقتي يعني معتقدين ان اللعب ب4 ورا دوت هو يعني زي القران، ان اللي مش هيلعب 4 دوت يبقى مش مدرب. ما ايطاليا كانت بتلعب ب 3-5-2 في اليورو 2016. مش عيب انا العب على قد القماشه اللي عندي، مش عارف. مش عيب ولا حرام. اصل طريقه 4 ديت يا جماعه يعني دي رساله لمعظم المدربين، ليها يعني اصلا مش قران يعني. لا طبعا مش قران يعني ممكن تلعب باي طريقه يعني. انا يعني ليا وقائع مع الطريقه ديت، ورئيس نادي معين وانا في الخليج اجتمع بيا وقال لي انت ليه بتلعب كذا وبتلعب ب4، يعني اجتمع بيا قلت له انا محقق نتائج وواصل، يعني النادي بتاعه كان نادي مرموق من غير ذكر اسامي، وكنت محقق معاه ماشي اول تاني تالت، وهو اصلا النادي بينافس من الهبوط. السنتين اللي قبل ما اروح امسكهم قلت طب انا العب على قد القماشه اللي عندي. انا عندي طريقه 4 ديت عايزه ظاهرين عندهم سرعات، السردباكين دول المفروض ان هم يبقوا خفاف. النادي الاهلي عنده مشكله في الحته ديت، وما زلنا مصرين ان هو بيلعب بنفس الطريقه. خايف من الجمهور الله اعلم، هو مش قادر انه يغامر. معرفش حساباته ايه، لكن عايز اقول النادي الاهلي عنده مشكله فعلا بيعاني منها، مشكله دفاعيه، مش من الناحيه الدفاعيه اللي هم المدافعين ال4 اللي ورا بس، المشكله جايه من المهاجم. الفرقه كلها في الناحيه الهجوميه فرقه الاهلي ممتازه جدا. نعم. تحس ان حتى الاظهره بتروح ونص الملعب بيروح، الفرقه كلها بتهاجم، لكن الناحيه الدفاعيه اللهم لازم تلاقي 5-6 لعيبه بس بيدافعوا. عايز اقول المدير الفني او المدرب اللي فاهم، ونذكر حسام حسن بالخير طبعا، وعنده الجراءه انه يروح يهاجم النادي الاهلي، بيعمل له مشاكل في العمق بالذات، بيعمل له مشاكل. المدرب اللي هو عنده الجراءه انه يروح يهاجم النادي الاهلي. هو يمكن بس كان التركيز او تركيز الجماهير تحديدا على كتر الغيابات في الفريق الاول للنادي الاهلي، يعني عبد الله السعيد، ايفونا، وزي ما قلنا رمضان صبحي، كل ده في نفس التوقيت. يعني يمكن غيابات ما هياش قليله كتيره، ويمكن زي ما حضرتك قلت الاهلي ما بيوقفش على يعني غيابات للعناصر، لانه بيبقى دايما عنده البدائل كتير، لكن
خلينا نقول الحقيقه انه الجماهير برضو قلقانه بسبب الاداء في المباريات الاخيره، ودي حاجه تقلقهم كمان عشان نتيجه المباراتين اللي فاتوا. احنا نتفق مع بعض ان الجماهير من حقها انها تقلق عشان الاداء مش عشان العناصر. العناصر على الاقل لازم ندي رساله للجماهير كلها، ما الفايده راجعه لمنتخبنا. احنا امتى يا جماعه؟ يعني احنا كل ما يطلع عندنا لعيب كويس نقف في طريقه عشان ما يحترفش، عشان النادي هيكسب منه. طب المنتخب امتى هتبصوا له؟ اي مدرب، وبالذات المدربين الاجانب مش الوطنيين. يعني لو نفتكر كابتن حسام لما جه نادي الزمالك طلع معظم لعيبه صغيرين. كابتن حسام البدري لما مسك في النادي الاهلي اعتمد على لعيبه صغيرين كتير وطلع. المدرب الاجنبي عايز يجي، عايزك تجيبي له منتخب مصر. هو عايز يعمل معاك انجاز وبطوله تحسب له، مش مهم منتخب مصر، ما تفرقش معاه الحاجات دي. لكن احنا لازم يكون في حساباتنا ده. فرساله للجماهير، القصه مش كلها في رمضان صبحي ولا في عبد الله السعيد. النادي الاهلي اكبر من العناصر دي كلها. بصوا ان الاهلي عنده مشكله فنيه مش مشكله عناصر، مشكله مدرب يعني تقصد؟ انا مش عايز يعني مش عايز اهاجمه، مش كده على بلاطه. مشكله مدرب لطيفه جدا، مش مشكله. انا مش عايز اهاجمه، هو ده القلق الرئيسي، هو ده القلق الرئيسي لجماهير الاهلي بس. لكن ما نقولش عناصر مش عشان رمضان صبحي. طب نبص على ايه بقى في الزمالك؟ مباراة الزمالك بكره. يعني انا اعتقد نادي الزمالك ما شاء الله يعني إن ماشي كويس من ساعه الجهاز دوت، ما شاء الله. يعني نمسك الخشب من ساعه الجهاز ده ما جه، في تحس ان في توافق في الفرقه، ماشيين بخطى ثابته. تفتكر هيكمل الجهاز ده؟ هيكمل او ما يكملش دي بتاعت رئيس ايوه، النادي. ما انا كل ما الاقي شويه استقرار الاقي الجهاز يتغير، شويه استقرار الاقي الجهاز يتغير. وبعدين احيانا يا استاذ محمد بيبقى في الغرف المغلقه حاجات احنا كجماهير من بره ما بنعرفهاش. ما بقاش يعني بقى في تسريبات والله كتير جدا. يعني التسريبات بقت مظبطه الدنيا كلها. دي مش الثانويه العامه. لا، في حاجات ما اعتقدش ان الزمالك ممكن يغير في ظل حاله الاستقرار اللي بيعيشها والنتائج اللي اعتقد ان هو ما حققهاش من فتره كبيره مع كابتن محمد حلمي والجهاز اللي معاه. يعني مش عايزين نقول محمد حلمي بس، لا، في الكابتن محمد صلاح طبعا، الكابتن جمال عبد الحميد، الكابتن اسماعيل يوسف، مش عايزين ننسى حد. مجموعه كويسه جدا، عارفين نفسيات اللعيبه، عارفين يوظفوا اللعيبه، عارفين امتى يتنرفزوا، امتى يتعامل مع اللاعب كويس، يضحك معاه امتى. امال القلق بقى على مستوى الاداء في الزمالك حاليا ليه يا كابتن؟ مستوى الاداء في الزمالك انا رايي الشخصي مع اسم الخصم ده اللي وصلني. يعني لو بيلاعب سين اللي هو فريق قوي قوي، بيلعب على قد الخصم، بيلعب على قد المباراه. الزمالك في المباريات القويه في الفتره الاخيره، انا اتكلم عن الفتره الاخيره، الزمالك في المباريات القويه بتلاقيه على قد المستوى، بيجتهد، بيأدي كويس. مع الفرق اللي هي مش عايز اقول ضعيفه، لكن اللي هي مش على مستوى نادي الزمالك، بحس ان هو بينزل لمستوى الفريق اللي بيلعب قدامه. وده طبعا عيب، مش حاجه كويسه، لكن ده تحليلي الشخصي لنادي الزمالك. طب ما احنا شفنا كنت اصل انا جه على بالي ماتش الاهلي والزمالك وكان وقتها بيتقال انه المستوى متقارب جدا بين الفرقتين، حتى الظروف نفسها تقريبا تعتبر واحده، لانه الجهازين الفنيين للاهلي والزمالك استلموا المهمه من نص الموسم تقريبا. ماتش الاهلي والزمالك كان افضل. الزمالك كان افضل، لكن كابتن محمد عايز اقول لك ان الاثنين مش عايزين يخسروا بس كده. بس الاخر يعني انا نازل الماتش معايا نقطه مش عايز اشيلها، بس الزمالك كان افضل. يعني مباراه مش هتتكرر مثلا لمده 15 سنه تاني. طب بخبره حضرتك، لو انت لعيب في الزمالك دلوقتي، مساله تغيير الاجهزه الفنيه دي مش تخليك دايما في حاله صراع انه المدير اللي جاي يا ترى مين فني؟ طب انا اساسي عنده ولا لا، ولا هو فكره وحساباته ايه؟ يعني مساله تغيير الاجهزه الفنيه بشكل هستيري في نادي الزمالك ده مش يعمل قلق للعيبه ويخلي كل لعيب مش قادر يستقر نفسيا، هو مش قادر يفهم هو مع ولا بره في الفتره اللي جايه؟ لا، ده طبيعي جدا، لازم تفقد اللعيب تركيزه. يعني ده احنا متفقين، صح كده؟ كل اللي بيشتغل في المجال الكره لازم يكون متفق معاه. يعني بس اعتقد برضو وارجع واقول في ظل النتائج اللي محققينها الجهاز دوت، ما اعتقدش ان هو ممكن يمشي. يعني حتى لو خسر مباراه، حتى لو فقد بطوله. طب ما هو كان هيمشي الفتره اللي فاتت دي. يعني احنا ما نعرفش. لا المساله مش دلوقتي، مش مساله انه الكابتن محمد حلمي وجهازه محقق حاجات كويسه. المساله دلوقتي واقعه في قصه واقع فيها برضو النادي الاهلي، وكتير بيقع فيها نادي الانديه الكبيره زي الاتحاد السكندري، زي الاسماعيلي، احنا عايزين مدير فني اجنبي، عقده الخواجه. الانديه دي دايما كده في العرف في المجال بتاعنا يقول لك لا، الاهلي والزمالك لازم مدير فني اجنبي. يعني مش فاهم مين اللي قال لازم؟ لا، كل النقاد الرياضيين والكتاب، ما فيش ضيف يجي لنا اللي يقول لازم، ما فيش حاجه اسمها تجيب لي مدير فني محلي. مع ان شفنا محمد يوسف
شفنا محمد حلمي، شفنا حسام البدري مع حفظ الالقاب للجميع، شفنا حسام حسن. طب ايه الموضوع، ايه المشكله يا جماعه؟ مش عارف. بص يا استاذ محمد، للاسف في ناس في المجال ما رموش اوت في حياتهم، ما لبسوش شورت، ويقعد ويقول لك فلان وتمشوا علان وتجيبوا مدير اجنبي وهو بعيد عن المجال خالص، يمكن يكون بيحلل مباراه كره يد مش مباراه كره قدم. نعم. مين اللي قال الاهلي والزمالك؟ ما فين الكابتن الجوهري؟ فين الكابتن حسن شحاته؟ الكابتن بالظبط. فاروق جعفر؟ كابتن انور سلام؟ كابتن طه بسرع؟ عد لك مديرين فنيين مصريين على اعلى مستوى، فاكهه في دول الخليج، اي نادي واي منتخب يتمناهم. ولا هو ممكن لا تكون فكره المدير الفني نقل الخبرات من الدول الاوروبيه المتقدمه للفرق المصريه. للاسف ده اللي وصل لنا. احنا بس المشكله ان احنا ما عندناش ثقه في نفسنا، بدليل ان احنا بنأدي بره يا جماعه. ما احنا بنروح نشتغل بره وبننقذ فرق من الهبوط وبناخد بطولات مع فرق طب هو احنا اقل من الاجانب في ايه؟ الا اذا هتجيب مدرب فعلا السي في بتاعه عالي جدا، راجل مرموق عالميا، هتقدر ان هو يوصل لك خبرات، لكن مش اي واحد عينيه خضراء وشعر اصفر يبقى هو ده الاجنبي اللي هيجي. عشان كده دايما انا باصر على سؤال بكرره كتير في كل حواراتي: ماذا لو كان استمر حسام حسن مع نادي الزمالك حتى بعد خسارته من النادي الاهلي في عهد رئيس الزمالك الحالي؟ حسام حسن انا في رايي الشخصي لما اقعد احلله لو كان كمل بقى مع الزمالك حتى بعد خسارته من الاهلي. لا كان عمل منظومه كبيره جدا، كان الزمالك صح كده؟ طبعا انا متفق مع حضرتك جدا. حسام حسن ليه بصمه كمدرب في كل نادي اشتغل فيه. يعني لاحظ كل نادي حسام حسن اشتغل فيه نقله من حاله لحاله. طب نفس السؤال عن النادي الاهلي: ماذا لو كان استمر حسام البدري مع النادي الاهلي؟ في فرق في فترات. النادي الاهلي يمكن عنده ميزه الاستقرار عن نادي الزمالك. النادي الاهلي بطبيعته متعود على المدير الفني الاجنبي، بس النادي الاهلي بيعرف امتى يغير، بيعرف يصبر امتى. ما تنساش بيصبر شويه. لا النادي الاهلي يا جماعه كان عنده ميزه مش عند حد، كان عنده لجنه كوره 3 من عظماء كره القدم في مصر. نعم. كان الكابتن حسن حمدي، الكابتن طارق سليم، الكابتن خطيب. صحيح. دي كانت لجنه الكوره في نادي الاهلي. لجنه الكوره بتتكلم في اسماء، يعني بتتكلم في كوره في ايقونات الكوره المصريه، في اسماء تدرب نفسها فرق كبيره. فدي كانت اكبر ميزه في النادي الاهلي، فكان بيعرف امتى يمشي مدرب وامتى يجيب مدرب. الميزه دي للاسف ما كانتش عند نادي الزمالك. بدليل النادي الاهلي لما فقد لجنه الكوره ديت، النادي الاهلي انا اسف في المعنى، النادي الاهلي بقى زي اي فريق. يعني الاول كان جاب عالي قوي بين الاهلي والفرق الثانيه، النهارده النادي الاهلي بقى قريب جدا من فرق كتيره. توشاك المدير الفني الويلزي الوداد فايز في مباراتين في دوري الابطال وروح المعنويه عاليه جدا. بتشوف انه التمهيد لهذه المباراه وبيان محترم في حق مصر صدر من نادي الوداد في غايه الاحترام والجمال لمصر. كل التمهيدات دي مع الاستعدادات بالامس لنادي الوداد، شايفها ازاي؟ شايف انه ممكن الوداد يستطيع الفوز كمان في هذه المباراه، ولا الاهلي يقدر يقتنص مباراه على الاقل في مجموعته خلال ال3 جولات؟ انا عايزين نقول ان الموقف صعب جدا النادي الاهلي، وهو اللي صعب على نفسه. الماتش صعب جدا بالرغم ان الدافع كبير جدا، بس انت مش بتلعبي فرقه صغيره. الوداد متصدره المجموعه ب6 نقاط. وانا في اعتقادي الشخصي ان نادي الوداد النهارده جاي يتاهل، لان ال3 نقاط بتوع النادي الاهلي لا قدر الله لو الوداد كسبهم النهارده انا بعتقد ان هو اتاهل خلاص. فنادي الوداد النهارده جاي عينه على التاهل من مصر، من القاهره، في ظل المعلومات اللي واصله له النادي الاهلي خسران المباراتين، فهو مش اقل من اسك، مش اقل من زيسكو. فهو ان المباراه هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي. ولاحظ ان الضغط العصبي والنفسي على لعيبه النادي الاهلي شديد جدا، ان هم مطالبين ان حتى التعادل ما ينفعهمش. لكن احنا ثقتنا كبيره في لعيبه النادي الاهلي وفي جهازه ان شاء الله يتعدوا العقبه ديت. يعني كابتن محمد فاروق نجم الزمالك السابق، شرفتنا ونورتنا يا فندم. بشكر حضرتك على تشريفك لينا. الف شكر. نورتنا يا فندم، وبالتوفيق طبعا للنادي الاهلي اليوم، وبالتوفيق لنادي الزمالك بكره ان شاء الله. نشوف مباراتين جيدتين ترقى لطموحات جماهير كره القدم المصريه. خلونا نطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل لاستكمال لقاءاتنا وحواراتنا في صباح الرياض.